أنا قُلتها من البداية وقُلت الموضوع بتاع الأهلي مش هيخلص كل حاجة لصالحه، والحقيقة هارجع المرّة دي وأقول بقى القرار بتاع الأهلي حتى لو افترضنا إن هو صح، القرار كان في وقت غلط. ما ينفعش إن أنت تيجي قبل الماتش ب8، 9 ساعات تقول يا جماعة والله العظيم أنا مش هالعب الماتش إلا بحكام أجانب. منطقي إن ما فيش حد هيتصرّف، ما فيش حكام أجانب هييجوا في ظرف 4، 5 ساعات. والجزء التاني إن أنت ما قدّرتش جمهورك بعيدًا عن البيان اللي أنت نزّلته وإن أنت رجّعت للناس تمن تذاكرها بعد الماتش. لأ، أنت كده يا معلم أنت خدت قرار أنت مش دارسه، مش عارف إيه اللي ممكن يحصل، وحطيت الجمهور بالنسبة لك آخر حاجة مش أول حاجة. حتى لو افترضنا إن أنا جاي من القاهرة، فاستاد القاهرة هنا جنبي، فهاروح فالتذكرة تمام سهلة مش قصة لو أنت رجعتني. افرض أنا حد جاي من محافظة تانية، جاي من الصعيد، أنا ممكن أبقى راكب من الساعة 09:00 والساعة 08:00 بل كمان أصلي الفجر وأنزل، عشان خاطر ألحق أوصل أتفرج على ماتش الأهلي والزمالك. مش هاقول لك أنا جاي أشجع، لأ، أنا جايب أختي أو جايب أخويا أو جايب مراتي وجايب ابني وبنتي ورايح أتفرج على ماتش، رايح أتفرج على الماتش من الملعب. أنت ضيعت لي يوم كامل، ما قدّرتنيش وحطيتني أنا في الآخر، وطلعت بعد الماتش أو بعد القصة دي رُحت نازل بيان أنا تذاكر تذكرتي هنضبّط معاها ونرجّع للناس فلوسها. وتاني يوم رُحت مخلّي اللعيبة تنزّل stories إن الجمهور أهم حاجة. أنت بتحاول تصحّح غلط وتصحّحه بطريقة مش صح، لإن أنت حطيت الجمهور آخر حاجة، فقررت إن أنت تقول لأ يا جماعة إحنا هنحاول نعدّل ده وبطريقة مكشوفة جدًا. يعني اللي أنت عملته ده مش منطقي. أو إن أنت خلّيت اللعيبة تعمل كده عشان تشد الجمهور وإن الجمهور يبقى وراك، بعيدًا عن القصة اللي أنا قُلت عليها إن أنت ما قدّرتهوش أصلًا وطلّعت القرار ده وما فكّرتش في الجمهور، فكّرت في آخر حاجة. فأنت خلّيت اللعيبة تنزّل ده لحاجة من الاتنين، يا إما أنت بتحاول تصالح الجمهور عشان أنت غلطان وأنت محطّطهم آخر حاجة زي ما قُلت، يا إما أنت بتحاول تشد الجمهور ليك عشان الجمهور يبقى في ضهرك وتفتكر إن هو وسيلة ضغط. ما ينفعش الصبح تقول أنا عايز كذا والقرار يتنفّذ في يومها بالليل، لأ مش منطقي. أنت في النهاية إيه اللي حصل؟ أنت خسرت ماتش الزمالك اللي أنت كنت هتكسبه عادي جدًا، وفي النهاية هيتخصم منك 3 نقط تاني غير الخسارة بتاعة ماتش الزمالك. وفي نفس الوقت ده بيراميدز تعادل عادي جدًا. يعني أنت لو كنت لعبت وكسبت كنت هتقرب منه للدوري. أنا مش عارف ليه القرار اتاخد في الوقت ده، القرار كان مدروس إزاي وأنتم عملتوا إيه. بس الصراحة أنا لأول مرة هاقول القرار حتى لو كان هو ده القرار الصح، القرار متاخد في وقت غلط. فكرة إن أنت تاخده في نفس اليوم ده مش صح تمامًا. والحقيقة مش عارف أنتم هتعملوه إزاي. زي ما قُلت أنت خسرت الماتش اتاخد منك 3 نقط، هتكمّل هتلعب ماتش بيراميدز عادي. اللجنة الأولمبية قرارها هيطلع في ماتش بيراميدز سواء هيرضيك أو مش هيرضيك، فأنت قُلت أنا موافق عليه والرابطة قالت أنا موافقة عليه فتمام. يوم ما هيوجّبوا معاك هيقول لك يا معلم خلاص أنت خسرت ال3 نقط، وال3 نقط اللي هيتخصموا تاني دول مش هنخصمهم، والفلوس اللي أنت هتدفعها اللي هي غالبًا هتتخطى 150 160 مليون ممكن يخفّفها لك بحيث إن الرابطة تدفع جزء والاتحاد يدفع جزء. الرابطة اللي أنت قُلت أصلًا إن هي باعتاه لك، واللي أنت قُلت إن هي الرابطة غير قانونية، واللي أنت قُلت إن الرابطة باعتة لي خطابات وبتقول إن الدوري هيتعمل، وأنت مضيت في أول الموسم إن لأ الرابطة دي موجودة والناس دي مكمّلة أيًا كان مين رئيسها وأيًا كان مين الأعضاء. فالدوري تحت حكم الرابطة أو الرابطة هي اللي بتنظّمه. وأنت غلطت لإن أنت مضيت في أول الموسم. لو أنت عايز تقول إن الرابطة غير قانونية، أنت مضيت على ورق بيأكد إن الرابطة دي موجودة والرابطة دي قانونية وهي دي اللي هتنظّم. فده كلّه غلط. شوف أنا عدّيت كام نقطة الأهلي غلط فيها وما حسبهاش، إلا لو هو قدّم ورق للجنة الأولمبية في حاجة تاني، أو يقول عكس غير اللي أنا قُلته ده. فمش عارف هم هيوصلوا لإيه. أنت خسرت ماتش الزمالك حتى لو اللجنة الأولمبية طلعتك أو قللت الخساير أو شالت لك 3 نقط، هو منطقي الزمالك وبيراميدز مش هيخسروا. على أي أساس الزمالك الموسم اللي فات يطلع يقول لك يا معلم أنا مش هالعب وهانسحب، فيتخصم منه نتيجة الماتش ويتخصم منه 3 نقط. بيراميدز بينافسك على الدوري فيقول لك لأ إزاي ده مش قانوني، اللي أنتم عملتوه ده مش قانوني، وهيطلع يتكلم. فالموضوع مش الموضوع هيكبر. فأيًا كان اللجنة الأولمبية القرار اللي هتاخده، فأنت أهلي أنت غلطت. ما ينفعش تطلع في أول أو تطلع في اليوم اللي الماتش هيتلعب فيه تقول أنا عايز حكام أجانب أو هانسحب. قرار الانسحاب ما كانش في وقته، خلّيت الجمهور آخر حاجة ما حطيتهوش في دماغك، وبعد كده حاولت تصلّح بالstories بتاعة اللعيبة، ده كان غلط. رُحت سلِّمت الرابطة وقُلت الرابطة قالت والرابطة بعتت والرابطة عملت إيه، والبطولة بتاعتكم غير قانونية. وأنت في أول الموسم أنت ماضي على ورق بيأكد إن الرابطة هي اللي هتنظم المسابقة، إذًا أنت عارف ومتأكد إن الرابطة قانونية. أنا مش عارف الأهلي وصّلنا لده إزاي، بس كل اللي الأهلي عمله غلط زي ما قُلت إلا في حالة واحدة بس، إن الأهلي يكون مقدّم ورقة للجنة الأولمبية بتأكد إن قرار الأهلي صح، والأهلي من حقّه إن هو يلعب ماتش ده بحكام أجانب. فبالتالي الماتش ده مش محتسب، فبالتالي المفروض الماتش ده يتلعب في وقت تاني. غير كده لو الأهلي مقدّم ورقة ما حدش عارفها، لو اللجنة الأولمبية نظرت لده وادّتك اللي هو يدّي لك حقّك اللي هو هنلعب الماتش ده في وقت تاني.
فلو حصل غير كده يبقى انت اهلي غلطان من البدايه للنهايه. المجلس ما فكرش هو بيعمل ايه، هو بس خد القرار لمجرد يقول يا جماعه انا هعمل كذا وجمهوري في ظهري وانا اللي هكسب في الاخر. لا، وانت غلطان وانت مش على حق. كل اللي حصل ده ملوش اي لازمه الاهلي غير ان انت خسرت 3 نقط، ويعتبر خسرت الدوري لان بيراميدز مش هيقع، صعب ان هو يقع. وكاس الرابطه انت هتلعب فيها بعد بكره اهو، ماتش انبي هتلعبه عادي جدا في كاس الرابطه، واللجنه الاولمبيه هتطلع قرارها قبل ماتش بيراميدز، فانت بالتالي موافق زي ما انت قلت موافق والرابطه موافقه، فانت هتلعب. فالمجلس يعترف ان هو القرار ده غلط، ويتحمل بقى اللي هيحصل من رد فعل الجمهور تجاه المجلس، لان الموضوع زي ما قلت من البدايه الموضوع كان غلط. عايز بقى تراضي الدنيا، انت عارف هتراضيها ازاي؟ انت عارف الناس بتفرح بايه؟ صفقه 2 3 الموضوع يعني. هل هتعرف تعمل ده ولا لا؟ خلينا نشوف.